السلام عليكم، اخباركم ايه؟ طبعا نقطة بسيطة هتكلم فيها بس لاصحاب القاعات تاني والجميع العملاء. طبعا انا مش هسمح لاي واحد صاحب قاعة بيتعامل مع اي حد خارجي في الاكل والشرب ويقول انا بتعامل مع الشيف حفناوي. مش هسمح لاي حد بيجيب جاتوهات من بره ويقول انا بتعامل مع الشيف سمير او حلواني باتشي وهو ما بيتعاملش. فالموضوع ده كتر، فلما كتر انا سكت مره واثنين وثلاثه، والحاج سمير سكت مره واثنين وثلاثه. فاحنا مش هنسمح بعد كده لاي حد يتعامل بالاسلوب الغير لائق. انا مش هنزل فيديو او ولا سكرين شوت، ولا هنزل اي حاجه، ولا هنزل اساءه الاماكن اللي هي اتقالت يا شيف حفناوي احنا حجزنا لما قالوا ان حضرتك بتعمل الاكل والشرب هنا وبتعمل كل حاجه في المكان، واحنا رحنا لقينا استغفر الله العظيم يا رب الجاتوه ما يتاكلش ولا البيتزا تتاكل ولا لو سندوتشات تتاكل. فانا يا جماعه بعد اذنكم انا مش هطول في الفيديو. فانت بتتعامل مع سين، ابعت له الطبق بتاع سين، صاد ابعت صاد. يعني بالبلدي كده انت بتتعامل مع شيف حفناوي، ابعت المنيو بتاع الشيف حفناوي والاطباق بتاعته للعملاء اللي بتحجز معاك. ما بتتعاملش مع الشيف حفناوي ما تبعت له، ما تبعتش حاجه. شيف سمير برضو انا والشيف سمير واحد، شيف حفناوي اكل وشرب وحلويات والشيف سمير نفس الموضوع، احنا الاتنين واحد. فما ينفعش النهارده انا ابعت طبق فيه قطعه جاتوه مكتوب عليها باتشي وهي مش من عند الشيف سمير. لا، احنا مش هنسمح لكده. انت بتتعامل مع حد خليك ابعت الشغل بتاعه، لكن انت بتبيع شغل باسمنا احنا وهو مش بتاعنا، ده انا مش هسمح بحاجه زي كده. وانا برضو عشان بحبكم وبحترمكم مش هعرف، يعني انا ممكن احطه دلوقتي جنب الشاشه هنا جنبي بالظبط، اوريكم اللي الناس كاتبه كانت حاجزه فين والاسلوب كان عامل ازاي والخدمه عامله ازاي والاكل عامل ازاي والجاتوه استغفر الله العظيم يا رب. انا مش حابب كده، والله ما حابب. ولو انتوا حابين لا تقولوا بس حفناوي بيتكلم كلام مش مصدق، اقسم بالله الكلام ده حصل ومعايا دلايل بيه. انت بتتعامل مع حلواني ابعت للعميل بتاعك، قول لي اللي انت بتتعامل معاه ابعت لي بعد اذنك الصور بتاعتك عشان ابعتها للعملاء، لكن ما تاخدش شغلي وشغل الراجل وتفضل عمال على بطال. فانا مش هسمح بكده بعد اذنكم. خلاص يا جماعه، السلام عليكم.